وفقنا بروائح القرآن. والصلاة والسلام على محمد المصطفى خاتم الأنبياء والمرسلين سيد البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد فلنستمع إلى كلمات عذرة قد سطرتها يد لها روح واعية وإحساس ذاكر، وهي كلمات لها روح شجية، وهي كلمات لها عطر فواح. فلنستمع لها ولنتمعن بالكلمات الراقية الجميلة التي لها روح جذابة من إعدادات وإنتاج خادمة الزهراء البتول وكاتبة وشاعرة أهل البيت الأستاذة غدير الفضل. عظم الله لكم الأجر بمصاب فاطمة الزهراء والفقيد الرحيل سيد محمد رضا الشيرازي. لقد رحل السيد محمد رضا الشيرازي، رحل وأخذ معه البسمة والأمل والصبر الأمين، ولم يترك لنا إلا الفراق الكبير والحزن العميق. رحل وترك الدنيا أليمة والناس كلها تصيح وتبحث عن الثمن الفقيد، وهو أنت أيها الحبيب. لقد رحل أستاذ مدرسة أهل البيت الذي كان يعلمنا باسم الحسن والحسين. لقد رحل ذلك الصوت الحزين، ذلك الصوت الحديث، صوت ريحانة الجنة. وكيف ننساك وأنت الذي علمتنا التقوى والإيمان والقرآن ورضا الله ومذهب الأئمة الطاهرين. وكيف ننساك وأنت معلم الناس، أو كيف ننساك وأنا من أنظر عيناك تذكرني سيدة نساء هي مولاتي فاطمة الزهراء. كيف أنساك وأنت تحمل علم المصطفى الريحان؟ قل لي يا سيد محمد، كيف أنساك وأنت صبرك وقوتك علي الكرار؟ كيف لي أن أنساك والناس كلها تنطق بلسان وداع يا سيد الأسياد يا أستاذ العالمين؟ حاولت أنساك لكن عقلي جنة بذكراك. يداي ليلي ونهاري ترسم لك يا مولاي، فعيني لا تتوقف بدمعاتي وكل دمعة تكتب يا محمدا. وكلما دارت السنة عادت السماء والليل والنجوم ترسم صورتك من جديد يا سيدنا. سيدي، أنت تحمل اسم رضا، فإني أقسم قسما عليك بضلع أمك المكسور والجنين المسقوط بأن تبلغ سلامي لغريب طوس. يا سيدنا لا تنسانا ونحن نرجوك يا حبيب القلوب، يا شمعة البيوت، يا حنان الروح. من رحلت ما التأمت الجروح وتركت كل الناس تعيش بالجروح. وغيابك ذابت القلوب لأجلك، وغيابك أذاب القلوب وأصعب الصبر. ولا أتصور بالوجود أن تغيب عن أنظار العيون، وأراك بين سحابة ونجوم تطير بين السماء والغيوم كالحمامة تطير. في الجنة تسير وهذا المصطفى يرحب فيك، وحيدر سعيد فيك، وأمك زهراء تفتخر فيك. هنيئا، فزت فوزا عظيما. أما الآن أنت ضيفا سعيدا في الجنة الحنينة، وترى النهر قرب عباس الأمين، وينتظرك سيدين الشهيدين الحسن والحسين، وهناك 9 المعصومين، فبلغ لهم سلامي الكبير. يا سيدي، لن أنساك مهما حييت، وسأبقى بذكراك حتى ولو أنت بعيد. حتى لو محوا صورتك أيها الحبيب، سيبقى اسمك مكتوب بدم الوريد. فهذا آخر كلمة لحظة الوداع، لن أنساك، وداعا في أمان الله يا سيد محمد رضا الشيرازي. الشاعر بيت الأحزان غدير رباح بعين الله. وفي الختام
بعد أن استمعنا إلى الكلمات الطيبة المنيرة الطاهرة، نسأل الله التوفيق والسداد والمغفرة والرضوان ورحمة الله على تلك الروح الطاهرة المنيرة التي لها إحساس مرهف وإحساس دافئ، وسلمت يد تلك الكاتبة العظيمة التي صدرت كلمات تروي قصتها وتروي معاناتها للسيد محمد رضا الشيرازي. ونسأل الله لكم التوفيق يا أخوان وأخواتي الأفاضل، وإن شاء الله ترقبونا في عمل قادم. المونتاج والمكساج والهندسة الصوتية الرادود كاتب وشاعر أهل البيت عبد الله الكري أبو فضل. ولا يسعني إلا أن أقوم بخالص التهاني والتبريكات وأبارك لكم بهذا الشهر الفضيل، والله يعود علينا وعليكم بالصحة والعافية، وإن شاء الله لنا عمل قادم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.